ألا تعتقد دكتور بأن البيان يعني يوضح بشكل مباشر أن مالي ورطت النيجر وبوركينا فاسو في عملية لا يمكن أن تبرر بحجة التضامن بين دول الساحل؟ وهذا يخليني ندير قراءة أخرى بأنه بوركينا فاسو والنيجر تم الضغط عليهم للتوقيع على هذا البيان وقد يكونوا رافضين. هنا يخليني نفتح باب قادة أنه من هو الطرف الرابع أو الطرف الآخر الذي يقف وراء هذا البيان، لأنه لو نشوف البيان في بعض المصطلحات يمكن نقول أنه لو ندير عملية الربط أنه بعض الدول قد تكون عربية. أنا نقول من موقعي على مسؤوليتي أنه يوجد بعض الدول العربية التي ضغطت على هذه الدول لتحرير هذا البيان بتلك النبرة العدائية الاستفزازية التي تريد للجزائر أن تخرج عن دائرة ضبط النفس والتصعيد أكثر لغاية في نفس هذه الدولة. يعني هنالك دول عربية، دعنا نقول ربما دولة عربية تريد أن تحرك الساحل الإفريقي لتعزل الجزائر في موقعها؟ نعم. الآن منطقة الساحل القادة، وقلنا في وقت سابق، وربما السيد أحمد عطاف في مجلس الأمن عندما تكلم بأن هذه المنطقة اليوم أصبحت منكشفة أمنيا واستراتيجيا، أصبحت تستقطب الكثير من الجماعات الإرهابية التي عادت من خلال العمليات ونسبة العمليات الإرهابية المتكررة. يبدو أنه في طرف ثالث أو رابع عربي يريد في هذه المنطقة أن تزج بكل الأطراف وتسقط كل التعاون الثنائي أو الجماعي بين الجزائر وهذه الدول وسيما دول الساحل في مجال مكافحة الإرهاب. إذن يريد البعض أن تكون هذه المنطقة منطقة حاضنة ومستقطبة لكل الجماعات الإرهابية، وهنا يصبح العمل أكثر سهل أمام هذه الدولة العربية. نقطة أخرى نظن مهمة جدا قادة، وأنا ربما البعض لا يربطها، وهو زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر ودعوة الجزائر إلى القبول بالدخول في حوار، هذا الحوار في شقه الاقتصادي في شقه السياسي، ولكن تم الإشارة إلى نقطة مهمة جدا وهي التعاون الأمني. إذا هذه الزيارة وهذه العودة للعلاقات الجزائرية الفرنسية يبدو أنها شوشت على مخطط ما تم تجهيز وتحضير له لإدخال المنطقة في نفق آخر. العودة الجزائرية والعودة الفرنسية إلى هذه المنطقة قد تشكل قلق وتشويش كبير على ما يتم التحضير له والزج به في هذه المنطقة.